بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حريق مفاجئ وكبير وضخم يلتهم مركز للمهاجرين في صنعاء وسقوط قتلى وجرحى. تفاصيل عاجلة. قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن حريقا شب في مركز للمهاجرين في العاصمة صنعاء أدى إلى مقتل 8 أشخاص من بينهم الحراس وجرح أكثر من 170 شخصا. وقالت المديرة الإقليمية لوكالة الهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاراميلا غودو أن عدد القتلى الذي لا يزال غير واضح ويرجع ارتفاعه. لم تتضح المعلومات حينها عن عدد المهاجرين الذين سيستضيفهم المركز، ولا تزال أسباب الحريق مجهولة. وقالت غودو أن وكالة الهجرة قدمت الرعاية الصحية للجرحى من بينهم أكثر من 90 جريحا بحالة خطيرة جدا وزادت الغذاء على المتضررين. وتقدر الوكالة وجود آلاف المهاجرين العالقين في اليمن بسبب قيود التنقل التي فرضتها أزمة فيروس كورونا في منطقة الخليج والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى اللاجئين يصل نحو 100,000 مهاجر سنويا إلى اليمن عبر البحر قادمين من القرن الأفريقي آملين في الاتجاه شمالا إلى المملكة العربية السعودية. كما ذكرت وكالة رويترز أن نحو 8% من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات بعد 6 سنوات من الحرب بين قوات التحالف بقيادة السعودية من جهة وجماعة الحوثيين من جهة أخرى. نشاهد الفيديو. اللهم احفظ اليمن وأهلها. اللهم من أراد باليمن سوءا فاجعل تدبيره في تدميره.